ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ لسه متفرج امبارح على فيلم فوي 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 وقلت اطلع اتكلم معاكم شويه عن الفيلم. هل الفيلم ده هو افضل فيلم مصري نزل في سنه 2023؟ اتكلم عن حاجات كتير طبعا، اهمها ايه الايجابيات اللي عجبتني في الفيلم وايه برضو السلبيات اللي ما عجبتنيش في الفيلم. وفي الاخر طبعا هل الفيلم ده بقى يستحق ان انت تدخله سينما ولا تستنى اما ينزل على اي منصه وتبقى تتفرج عليه. مبدئيا كده الفيلم ده مستوحى من احداث حقيقيه حصلت في مصر سنه 2015 عن هروب فريق مصري للمكفوفين كان بيشارك في بطوله دوليه في لعبه كره الجرس في بولندا. والفيلم ده يا جماعه يبقى البطوله الثانيه لمحمد فراج بعد فيلم القشاش، وانا بعتبر ان محمد فراج هو واحد من اهم وافضل الممثلين اللي موجودين في الجيل ده سواء بقى في سينما او في تلفزيون. ولو هنتكلم بقى على الاخراج فدي تعتبر التجربه الاولى للمخرج عمر هلال سواء في الاخراج او في التاليف. هو قبل كده كان مخرج اعلانات، انا اقصد اقول ان دي اول تجربه ليه ان هو يخرج فيلم في السينما. فهل بقى المخرج عمر هلال نجح في تجربته الاولى؟ ده بقى اللي احنا هنتكلم فيه. كفايه رغي بقى شويه وتعالى اكلمك على ايجابيات الفيلم. بص، هم كل الممثلين في الفيلم عاملين اداء جامد قوي، بس انا جاي اتكلم عن اتنين، محمد فراج وبيومي فؤاد. نبتدي بقى بمحمد فراج في دور حسن، الدور اللي يعتبر بيمثل فئه كبيره جدا من الشباب اللي بتبقى عايزه تسافر بره مصر باي طريقه حتى لو كانت الطريقه دي غير شرعيه. محمد فراج قدر يمثل لك دور الشاب ده بكل المعاناه بتاعته، سواء بقى في الشغل اللي هو بيشتغله وهو مش حابه اساسا، او بقى من ضغط امه عليه اللي هي على طول شايفاه شخص فاشل، او ان هو بقى عايز يحقق حلمه ويسافر اوروبا بس هو اصلا يعتبر مفلس وما حلتوش اي حاجه خالص. محمد فراج قدر بقى ان هو يوريك معاناه الشاب ده في كل المواقف اللي هو بيمر بيها، بالاخص في النص الاول من الفيلم ده، غير طبعا اداؤه الجامد في باقي الفيلم. نتكلم بقى عن بيومي فؤاد. بالنسبه لبيومي فؤاد هو انا شايفه واحد من اهم العوامل اللي خلت الفيلم يطلع بالشكل ده. بص، وانا عارف ان بيومي فؤاد بقى له فتره كبيره بيعمل ادوار في افلام يعني تحس ان انت الافلام دي متصوره تحت بير السلم، ولكن دوره في الفيلم ده مختلف وقدر يخلي الشخصيه اللي هو بيمثلها هي اكتر شخصيه في الفيلم انت هتتعاطف معاها. واتمنى طبعا ان بيومي فؤاد يحاول يركز في نوعيه الافلام اللي من النوع ده. طيب بالنسبه بقى للنص الاول في الفيلم، هو كان جامد زي ما قلت لك، هو كان بس بيوريك معاناه حسن وفكره هوسه بالسفر، وفي نفس الوقت برضه هو بيعرفك على الشخصيات الاساسيه اللي معانا في الفيلم، والفيلم قدر يقدم لك ده بشكل ممتاز. اما بقى النص الثاني من الفيلم اللي كان يعتبر فيه الشغل كله، اما حسن بقى بينضم لفريق المكفوفين وهتشوف التحديات اللي هيمر بيها والتهديدات اللي هتحصل له اللي انت هتتفاعل معاها وهتحس بالقلق اللي هو محطوط فيه، ده غير التويستات الكتيره اللي انت هتشوفها اللي معموله بذكاء وخدمت الفيلم برضه بشكل كبير قوي. العلاقات الانسانيه في الفيلم مكتوبه بشكل كويس جدا، زي مثلا علاقه بيومي فؤاد بابنه، او علاقه حسن بامه، او علاقه حسن باصحابه اللي هتحسهم فعلا اصحاب عايشين مع بعض بقى لهم 15 او 20 سنه. نيللي كريم عملت دورها بشكل حلو جدا. بص بقى بالنسبه لحجاج عبد العظيم، هو طلع في الفيلم ده بثلاث مشاهد بس، منهم مشهدين هم اكتر مشهدين هيضحكوك في الفيلم كله اساسا، وانا عن نفسي بصراحه كنت اتمنى ان انا اشوفه في مشاهد اكتر من كده في الفيلم ده. بقى بالنسبه لايجابيات الفيلم اللي انا شايف ايجابياته اكتر بكتير جدا من السلبيات، يعني يعتبر السلبيات هي حاجه بسيطه انا هتكلم عنها دلوقتي. بص يا معلم، انا لما اجي اتكلم على السلبيات انا ممكن يعني احرق ولو جزء بسيط من الفيلم، فلو انت مش عايز يتحرق لك اي حاجه او انت لسه ما شفتش الفيلم فجري الفيديو لحد الدقيقه اللي هتظهر لك دي فوق. هو اول حاجه كده اي سلبيه انا هتكلم عنهم هم يعتبر اتنين بس اللي انا هتكلم عنهم، فاي سلبيه هي انا مش شايفها سلبيه على قد ما شايفها سذاجه شويه في الفيلم. اول حاجه هو كلاشيه احنا بنشوفه جدا في السينما المصريه، فكره ان قصه حب بين البطل والبطله لازم تكون موجوده معانا في اي فيلم. انا بصراحه يعني مش بتفرق معايا خالص، ولكن انا شفتها في الفيلم ده الى حد ما كانت غريبه شويه. نيللي كريم طالعه بدور صحفيه فبتحاول ان هي بقى تغطي الحدث او البطوله اللي بيشارك فيها المكفوفين، فبيبقى موجود محمد فراج من ضمن اللعيبه، فبتحصل قصه حب مش مفهومه اصلا بين محمد فراج ونيللي كريم اللي هي اصلا لسه عارفاها ما بقالهاش يومين ثلاثه اساسا. بس سيبك من ده، انا قلت لك ان هو دورها صحفيه بتكتب عن اللعيبه المكفوفين، انما انا كمشاهد حسيت ان مره واحده كده هو دورها اقتصر على ان هي تهتم بمحمد فراج بس ونسيت خالص باقي الفريق. عامه انا مش هقول لك ان هي اثرت على الفيلم بالسلب او حاجه، بس اقول لك ان هي حاجه مش منطقيه. بس في لقطه برده غريبه حصلت، هي يعني عادي برده مش سلبيه قوي ولكن يعني برده استغربتها، فكره ان محمد فراج اما حس ان حارس المرمى بتاع الفرقه شك فيه، فمحمد فراج اجر حد من اصحابه عشان يحاول ان هو يعني يأذي حارس المرمى ده عشان حارس المرمى ما يكشفش محمد فراج ويفضحه ان هو بيشوف عادي. فالمهم صاحب محمد فراج قرر ان هو يكسر لحارس المرمى ده رجله عشان يحاول يعطله على قد ما يقدر. فالمهم بعد ما حارس المرمى ضرب بالعصايه في رجله قام واقع على الارض، لقينا رجله مره واحده بتنزف دم، مع ان صاحب محمد فراج يعني هو ضربه بعصايه مش ضربه بمطوه او بآلة حاده. يعني ملحوظه برده يا جدعان في الفيلم يعني للمعلومه ليك ان هو طالع حارس المرمى هو اللاعب الوحيد اللي بيشوف ضمن الفرقه كلها، اما باقي الفرقه هم مكفوفين عادي، هو حارس المرمى بيشوف عشان برده في نفس الوقت يقدر يوجه الفرقه بتاعته. بس كده يعتبر هم السلبيتين دولت يعني اللي لفتوا نظري في الفيلم شويه. دونا عن السلبيتين دولت الفيلم كويس جدا، هي حتى السلبيه اللي انا قلتها هي مش كبيره، هي بس تبدو ان هي غير منطقيه شويه بس مش اكتر. اما دونا عن كده الفيلم بصراحه جامد جدا جدا وانصحك بكل تاكيد ان انت تروحه سينما. في النهايه بقى لو انا هدي تقييم للفيلم ده، الفيلم بصراحه انا قيمه ب 8.5 من 10، وشايف من وجهه نظر انا ان فيلم فوي 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 هو افضل فيلم مصري نزل لحد دلوقتي في سنه 2023. بس كده ده كان كل رايي عن الفيلم. برضه انا عايز اعرف منك برضه ايه اكتر فيلم انت شفته في 2023 لحد دلوقتي وشايف ان الفيلم ده هو الافضل. طبعا عايز اشوف رايك تحت في الكومنتات، وعايز اعرف برضه انت متفق معايا ان الفيلم ده يستاهل ان هو يكون افضل فيلم في 2023 ولا لا. وطبعا بقى اهم حاجه لو انت لسه موجود معايا في الفيديو لحد الثانيه دي، طالب منك حاجتين. اول حاجه منهم ان انت تعمل لايك للفيديو ده، وطبعا ما تنساش ان انت تشترك في القناه، وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي. سلام.